تعرف على قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا مع منتخبات بلادهم على مر العصور. بالمركز العاشر اللاعب البرازيلي بيليه، سجل 77 هدفا في 91 مباراة. أما بالمركز التاسع إحسان سعيد، هو الهداف التاريخي لمنتخب العراق برصيد 78 هدفا، ويمتلك مسيرة دولية رائعة امتدت ل 137 مباراة. وبالمركز الثامن جودوفيري تشيتالو، هو اللاعب الأكثر تسجيلا الأهداف الدولية في تاريخ أفريقيا، حيث أحرز 79 هدفا في 111 مباراة. وبالمركز السابع يمتلك علي مبخوت سجلا رائعا مع المنتخب الإماراتي، وهو الهداف الأول للجيل الحالي بلا منازع. سجل مبخوت حتى الآن 80 هدفا في 107 مباريات خاضها مع الأبيض في مسيرة ممتدة منذ 2009 حتى الآن. واللاعب الهندي سونيل تشيتيري، سجل 84 هدفا في 129 مباراة. وبالمركز الخامس بوشكاش، أبرز نجوم الجيل الذهبي للمنتخب المجر الذي كان في فترة الخمسينات، وكانت مساهمة أسطورة ريال مدريد مع منتخب بلاده قوية في هذه الفترة، حيث سجل 84 هدفا في 85 مباراة. وبالمركز الرابع سجل مختار دهياري مع منتخب ماليزيا 89 هدفا في 142 مباراة. وبالمركز الثالث أصبح ميسي الأكثر تسجيلا أهداف مع منتخب في أمريكا الجنوبية، وأول لاعب يصل إلى 99 هدفا في القارة في 173 مباراة. وبالمركز الثاني اللاعب الإيراني علي دائي، وسجل 109 أهداف في 149 مباراة. وبالمركز الأول كريستيانو رونالدو، وقد سجل حتى الآن 122 هدفا دوليا، ويعد الدون هو أكثر اللاعبين دفاعا عن قميص منتخب بلاده برصيد 198 مباراة.